ايه يا بنتي، اتاخرت عليكي؟ لا ما تاخرتيش. ايه سرحانه في ايه يا جميل؟ هسرح في ايه؟ بقول لك ايه يا بنتي بقى، مش ناويه بقى تتنيلي كده وتوافقي على الجواز؟ خلينا نخلص بقى ونفرح بيكي. تعالى تعالى اتجوزك تعالى. هو انت زيك زي غيرك؟ ما انا عايزه افرح بيكي يا دعاء، عايزه اشوف لك عيل كده والعب بيه وتبقي ام كذا كده زي ما انا ام فارس. اقول لك شوفي بقى انت، اقول لك يا ام احمد يا ام محمد يا ام السيد كده. يا ام يازن بعد اذنك. يا زين ان شاء الله يا رب. بس انت كده برضو مش فاهماني يا رندا. بصي، انت وغيرك عايزين تفرحوا عشان بتحبوني. شوفوا انتوا عشان بتحبوني فعايزين تفرحوا، ما بالكوا انا بقى انا كدعاء عايزه افرح ولا لا؟ اكيد. طيب مفيش حد في الدنيا دي مش عايز يفرح، مفيش حد في الدنيا دي مش عايز سند، مفيش حد في الدنيا دي مش عايز ونيس. بس انتي تخيلي في الدنيا دي انتي ما قابلتيش غير الناس اللي وجعتك وكسرتك وفضلت تكسر فيكي حته حته لغايه لما طلعت اسوأ ما فيكي. اسوأ ما فيكي ان انتي بقيتي جامده على نفسك، حاجات بقيتي بتحسيها بس خلاص لازم ما بينك وما بين نفسك. بس برضو خلي بالك العمر بيجري، كلها بتبقى نصيب الله. والله العمر ده لحظه. طب انتي تخيلي ان انتي اصلا ما فيش ولا راجل مالي عينيكي. ما هي دي بقى المشكله. ما هي دي المشكله، ما دي مربط الفرس، ان ما فيش حد يقدر او جه مال عين. بس هو وقت ما يجي عينك ويخطف يختي خلاص كل حاجه هتتسكت ان شاء الله. بس برضه حطي الموضوع في دماغك، يعني الموضوع بيقول لك ايه، وتفائلوا بالخير تجدوه. مين قال لك ان انا مش متفائله؟ لا شكلك مش متفائله وانا بتنيله ب 60 جنيه. لا والله، بس ساعات برضو اللي بيجي ما ينفعش. ايوه كل واحد عارف مصلحته فين، وربنا يا رب يرزق الجميع. اجابتي على كل اللي بيسالني انت ليه ما اتجوزتيش، ليه ما ارتبطتيش، ليه ما تحببتيش، اولا ده رزق من عند ربنا، مش حاجه كل شويه اقعد اقول لكم ده انا بيتقدم لي وبيتعمل لي وبيتزفت لي وي وي وي. لو في حد عايز يبقى مبسوط فاكتر حد عايز يبقى مبسوط انا مش غيري، فربنا يرزق البنات كلها.